اي مساله نهايه هتجيلي هعوض تعويض مباشر. اي مساله نهايه هتجيلي هعوض تعويض مباشر. التعويض المباشر هيديني 3 حالات. عوض في المساله هيديني 3 حالات. اول حاله هيديني عدد ينتمي لها اي عدد سواء موجب سالب كسر، المهم هيديني عدد. او ممكن اما اعوض يديني عدد على صفر، او ممكن اما اعوض هيديني صفر على صفر. اي مساله هحلها هتديني حاجه من ال3 دول. اي مساله هحلها هتديني حاجه من ال3 دول. طيب لو ادتنا عدد يبقى المساله خلصت. هو ده الحل. يعني لما اقول لك نهايه اما س تقول لي 5 س زائد 2 على 3 اروح مباشر اعوض بالخمسه. لازم اعوض 5 و2 7 على ده عدد كده خلص. اعوض يديني عدد على صفر، المساله خلصت برضه. ولكن اقول له في الحل النهايه غير موجوده. مفيش نهايه، النهايه غير موجوده. زي مثلا لو ادتني في البسط عدد وفي المقام ايه؟ صفر، اقول لك نهايه اما س تقول لي 3 س زائد 3 على س ناقص 3 عوض مباشر 3 و3 6 3 ناقص 3 صفر. اجي احل له ايه؟ النهايه غير موجوده. والحاله الثالثه اعوض يديني ايه؟ ودي هتظهر معايا 90% من المسائل، هتديني صفر على صفر اصلا. طيب ما معنى ان هي تديني صفر على صفر؟ معناها النهايه موجوده ولكن هتتحل بطريقه اخرى. هحلها بايه؟ طريقه اخرى غير التعويض المباشر اللي هما يا تحليل يا ضرب في مرافق يا قسمه يا اما القانون.